ستات كتير قوي بسنت. مساء الخير. الحقيقة أنا فجأة لقيت الفيسبوك مقلوب على موضوع بتاع البنوتة اللي اسمها بسنت الله يرحمها. أنا ما كنتش أعرفها، معرفش مين دي ولا عمري شفتها ولا أعرف إنها بلوجر. والحقيقة أنا مش النهاردة بتكلم عن الشخصية بعينها، أنا بتكلم عن الفكرة مرعبة. الفكرة مرعبة. الناس كلها عمالة تتكلم على الفيسبوك انه ازاي انتوا سبتوها وهي فاتحة لايف، محدش شافها، محدش خلوا باله منها. دي مش ده اللي انا عايزة اقوله. والحقيقة انا منهارة لدرجة ان انا مش عارفة احط الكلام ازاي. انا عايزة اقول انه يا جماعة، بصرف النظر بقى هي انتحرت، هي حرام، هي كافرة، هي خسرت دينها، كبائر ماشي، ولكن البني ادم انه يوصل مرحلة انه هو يهون عليه نفسه، انه يرمي نفسه من دور ال13 ويسيب ولاده بالذات دي مصيبة وكارثة. دي كارثة. يا جماعة انا عايزة اقول كلمة واحدة بس. ستات كتير قوي بسنت، ستات كتير قوي في مصر بسنت، وفي الوطن العربي وفي العالم كله. يا جماعة احنا مهما كنا اقوياء وبنوري للناس ان احنا اقوياء، احنا ضعفة وبنبقى وبيجيلنا ساعات نقع ونبقى داون، ويجيلنا اكتئاب ويجيلنا انهيار عصبي. وكل ما بندوس على نفسنا زيادة ان احنا اقوياء كل ما بنقع زيادة. يا جماعة الناس اللي توصل للمرحلة دي ما ينفعش نسيب نفسنا المرحلة دي. اللي تعبان يطلب مساعدة، يروح لدكتور، يروح دكتور امراض نفسية، عادي عادي. حتى لو الناس معهاش فلوس تروح لدكاتره الامراض النفسيه، لان يمكن السيشنز دي غاليه. نشوف حد قريب نتكلم معاه، نفتح الصندوق الاسود، نفضفض، نصرخ، نصوت. انا مش هتكلم في الدين واقول انه لو الناس بتصلي وبتقرا قران وعارفه ربنا ومتقربه لربنا مش هيهون عليهم نفسهم. ايوه، اللي قريب من ربنا مش هيهون عليه نفسهم. انا مش بدي محاضره، انا حاسه بالوضع. انا وغيري وانتي شفنا وحسينا، يمكن بأقل يمكن بأكتر. انا بتكلم عن معاناة ست في مجتمع ما بيرحمش حقيقي. لو سمحتوا يا جماعة، عشان احنا في بسنت كتير قوي. يا جماعة اللي يحس انه تعبان ومش قادر يستحمل ما يقاومش وما يقولش انا جامد وقوي، يطلب المساعدة. الست انهت حياتها وهي منهارة عشان البيبان اتقفلت في وشها. في ناس كتير في الموقف ده، في ناس كتير في مواقف اوحش من كده كمان. بس هي نفسيات وهي شخصيات، وما اقدرش الوم واقول دي كذا وكذا وكذا. ما اقدرش اقول كده. محدش قادر ابدا يقول او يقدر يقول هي كانت حاسه بايه في اللحظه دي وايه اللي كان مسيطر على دماغها. خلينا نتقرب لربنا شويه ونتعلق بيه، ملناش غيره. ولما نبقى نوصل للمرحلة دي لازم نشوف دكتور، لازم نطلب المساعدة، لازم نطلب مساعدة بأي طريقة. لو سمحتوا